الدفاع. اللاعب جرى مسافه كبيره بالكره، يصعد رفيقه موجود في الاسترجاع، البحث عن المراوغه والتسديد. قناوي هل يسدد؟ يسدد ارضيه زاحفه، الهدف الاول ارضيه زاحفه، ويتمكن قناوي من فتح مجال التهديف في الدقيقة 31 بلقطة فردية رائعة. قناوي أمامنا على الصورة، غلاس يتمكن من فتح مجال التهديف، وفرحة أنصار الوفاق بهذا الهدف بلقطة فردية يتمكن من مباغتة الحارس سوفي كمال. نشاهد اللقطة، نشاهد الإعادة، المراوغة الأولى والثانية، ثم التسديدة بقوة من خارج منطقة العمليات. يتمكن من كرة عابرة للدفاع، يتمكن من مباغتة الحارس سوفي كمال رغم الارتماء في اتجاه الكرة، ولكن كانت في زاوية صعبة من صعب على الحارس سوفي كمال إبعاد هذه الكرة. وأول هدف للوفاق في الدقيقة 31 من المرحلة الأولى. الوفاق إذن يتمكن من فتح مجال التهديف، وتصبح النتيجة هدف مقابل 0 لمصلحة الوفاق بهذه اللقطة الفردية الرائعة. سلسلة من المراوغات ثم التسديد، قوة التسديد يعني عند اللاعب قناوي. الوفاق انطلاقة سريعة من جانب الوفاق في وسط الميدان، تصل لمن جابوا يحط كرة ممتازة ناحية رفيق. الانطلاقة سريعة 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 سريعة، قناوي والهدف الثاني، سريعة سريعة سريعة، وقناوي وقع الهدف الثاني. كرة مرتدة، هجوم خاطف وسريع انطلاقا من منطقته. يتمكن الوفاق من تسجيل الهدف الثاني عن طريق هذا اللاعب المتألق غلاس قناوي. يتمكن من إضافة الهدف الثاني بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. 3 تمريرات كانت كافية لتوقيع الهدف الثالث من جانب الوفاق. كرة جابوا ناحية بوشامة، وبوشامة لقناوي، وقناوي لا يرفض الإهداءات أو الكرات التي تأتيه من أجل التهديف، لا يرفض هذه الكرات، لا يرفض الهدايا التهديفية. اللاعب قناوي ووقع الهدف الثاني لمصلحة الوفاق. الوفاق في فعالية وفي نجاح هجومية 100%. هاي الانطلاقة، المتابعة، الانطلاقة وخطأ في المراقبة من دفاع المولودية الوهرانية يمكن اللاعب قناوي من توقيع الهدف الثاني، وفرحة كبيرة عند قناوي بتوقيعه للهدف الثاني. الوفاق يعمق النتيجة وتصبح هدفين مقابل 0 أمام مولودية الوهران. هدفين مقابل ثابتة، الكرة الثابتة من جابو يرفع كرته مرفوعة، الرأسية والهدف الثالث الرأسية والمتابعة الممتازة هذه المرة من عويسي يوسف، هو الذي كان في المتابعة بدقة متناهية. هذه الكرة الثابتة من جابو عبد المؤمن، والمتابعة والارتقاء الجيد من عويسي، والهدف الثالث للوفاق. الآن أقول الوفاق اقتل المقابلة واطمأن على النقاط الثلاثة في الوقت الذي نشاهد فيه الإعادة والمتابعة للكرة المنفذة بدقة متناهية من جابو ناحية عويسي. الارتقاء الجيد في عمق دفاع مولودية وهران، يتمكن من ضرب الكرة بقوة ومباغتة الحارس سوفي كمال وتوقيع الهدف الثالث لمصلحة الوفاق. وتصبح النتيجة ثقيلة على مولودية وهران 3 مقابل 0 قبل نهاية المرحلة الثانية والمقابلة بتقريبا 10 دقائق. وفرحة كبيرة لجابو وعويسي بتسجيل الهدف الثالث لمصلحة الوفاق الذي يقود اليوم جابو يقود الوفاق إلى تحقيق نتيجة لمصلحة المولودية الوهرانية مع خروج بطيء بالكرة أمام ضغط عناصر الوفاق على حمل الكرة. ضيعة هذه الكرة، يأتي الرابع، وبالفعل يأتي الرابع من محسكار بتسديدة قوية، خطأ في المراقبة، أخطاء فادحة تستغل هذه المرة من اللاعب البديل الذي تمكن بتسديدة قوية، وكرة ضائعة من لاعب المولودية يستغلها حسكر، وبتسديدة قوية يتمكن من توقيع الهدف الرابع. رباعية الوفاق في هذه الأمسية الباردة هنا بملعب 8 ماي بسطيف، 4 أهداف كاملة وأخطاء كبيرة من عناصر المولودية الوهرانية والهدف الرابع. لهذا قلت عناصر الوفاق لا يرفضون الهدايا التهديفية مهما كان نوعها، والوفاق يضرب بقوة ويوقع الهدف الرابع أمام مولودية وهران برسم الجولة 12، وحرص سوفي كمال على أداء دفاعه في مباراة